السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن عكاوي بالخضار في الفرن، من اسهل وابسط الطرق اللي ممكن تعملي بيها طاجن عكاوي في البيت. وصفتنا سهلة جدا، خطوات بسيطة وهتعملي احلى واجمل طاجن عكاوي ان شاء الله. قد ايه الخضار كده مديها طعم جميل جدا، اللحمة كده طالعة معانا دايبة دوب، ريحتها معبية المكان، طعمها كمان لذيذ جدا. الوصفة سهلة جدا ان شاء الله. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده معايا العكاوي بتاعتي جايباها من عند الجزار، بتكون طبعا طازة، بتيجي كده متقطعة جاهزة. هنبدأ كده ان احنا نغسلها كويس جدا تحت مية جارية، وهصفيها من المية في طاسة كده على النار. ضفت لها كده معلقة من السمنة البلدي، وهنبدأ كده ندي صدمة للعكاوي. هنزل كده بالعكاوي، هنبدأ كده نلونها. اول كده ما هتبدأ تاخد اللون الذهبي معايا هبدأ كده ان انا اقلبها على طول. وصفة سهلة، خطوات بسيطة، هتعملي أحلى وأجمل طاجن عكاوي في البيت إن شاء الله. الوصفة دي وصفة طبعا للناس الأكيلة. هبدأ كده إن أنا أنزل عليهم بأربع فصوص من التوم مبشورين طبعا بشر ناعم، وهنزل عليهم كمان بمعلقة كده من الفلفل الحامي، وده اختياري. وهبدأ طبعا إن أنا هقلبهم كويس جدا كده مع بعض، عشان طبعا ياخدوا كده من طعم الفلفل وكمان التوم. خلاص طبعًا العكاوي بتاعتي كده أخدت اللون الدهبي، بدأت كده نزلت عليها بعصير طماطم، وكمان معلقتين كده من الصلصة. البهارات بتاعتي معايا هنا بهارات لحمة وفلفل أسود، طبعًا ملح، وكمان كمون، ورق لوري. زودتها كمان كوباية كده من المَيّة وغطيت عليها، وهابدأ إن أنا أقلبها. طبعًا بتسيبيها كده على نار متوسطة، ما تعلّيش النار عليها عشان تستوي براحتها خالص. لو احتاجت منِّك مَيّة بتبدئي كده بتزوديها شوية بشوية. هابدأ كده إن أنا أغطيها وأسيبها عشان تكمل كده السوا بتاعها. في طاسة تانية كده على النار هابدأ إن أنا أشوح كده الخضار بتاعي. معايا هنا كده 3 معالق كبار من الزيت، هابدأ كده أنزل عليهم ببصلتين كبار متقطعين كده حلقات، ممكن عايزة تصغري كده حجم البصل براحتك خالص، تقطيع كده على حسب الرغبة. هاضيف لها كده معلقة كده من الملح، وهابدأ كده إن أنا أتبلها بس مش هاديها لون. هانزل عليها كده ب3 حبات من البطاطس متقطعين كده برضه حلقات. ضفت لهم كمان رشة كده من الفلفل الأسود، وهنبدأ كده نشوحهم مع بعض. هديهم كده تقليبتين مع بعض، وهبدأ كده أنزل بيهم على طول في الطاجن. معايا هنا طاجن كده مش مدهون أي مادة دهنية، نزلت كده بالخضار بتاعي، وهنزل كمان عليهم كده. هبدأ إن أنا أرص كده العكاوي، هي كده استوت طبعا 3/4 سوا، يعني هتكمل كده سواها في الفرن. بدأت كده أرص العكاوي، وهبدأ كده إن أنا أزود الصلصة دي كوباية كده من المية. نزلت كده بالصلصة، وهابدأ كده إن أنا أزودها كوباية من المية عشان كده تكمل طبعا سواها مع الخضار. هابدأ كده أغطيها بورقة كده من الزبدة، وعليها كده ورق فويل، رشة كده من الملح. هابدأ كده إن أنا أغطيه. هتدخليه كده فرن مسبق التسخين درجة حرارته 200، هيقعد معاكي نص ساعة. هابدأ كده إن أنا أدخله الفرن، وهنرجع كده مع بعض تاني. وده شكلها بعد ما طلعت كده من الفرن، ما شاء الله ريحتها طبعا معبية المكان. احلى واجمل طاجن عكاوي بالخضار تعمليه كده في الفرن لاولادك في البيت، وصفة تشرفك في اي عزومة تعمليها ان شاء الله. خطوات بسيطة جدا مشينا عليها وعملنا كده احلى طاجن عكاوي. انا هنا مقدماها مع عيش بلدي عملته، ممكن تقدميها مع رز معمر براحتك خالص.
طعمها طبعًا لذيذ جدًا، البطاطس مستوية وكمان اللحمة كده دايبة دوب، وصفتنا سهلة بسيطة جدًا، عملناها كده يعني ما خدتش معانا لا وقت ولا مجهود، بتقدّميها كده مع رز طبعًا معمّر أو عيش بلدي براحتك خالص المتوفر عندِك، طاجن العكاوي بالخضار يا جماعة من أحلى وأجمل يعني الطواجن اللي ممكن تعمليها في أي عزومة هتشرّفِك إن شاء الله، قد إيه الوصفة سهلة وبسيطة. يعني العكاوي ما شاء الله دايبة دوب، ريحتها كده معبية المكان، يعني طعمها ما شاء الله عليه لذيذ جدًا، بألف هنا على قلوبكم، أهم حاجة ما تنسوش تدعموني وفي رعاية الله.